بتكلم عن المنتخب المغربي اللي الناس مش عارفه تلاقي له ماسكه، فعماله تقول لك لا اصل التحكيم والرشاوي والفوزي لغجع والمش عارف ايه وبتاع. ما هي حجه البليد فوزي لغجع دي انا عارفها. ايوه انت اول ما تلاقي اللي حوالي، بص احنا فينا عاده عامه لما حد فينا يفلح وينجح ويطلع من المستنقع اللي احنا فيه ده ويقدم مستويات كبيره، فاحنا جاهزين بتهم الفساد وبتهم المحسوبيه والرشوه وشويه الكلام الفارغ ده، على اساس ان فوزي لغجع ده هو السبب ان المغرب يعني ايه. هو الراجل تدخل برضه بالرشاوي وكسب المغرب كاس عالم تحت 20 سنه. هو نفسه برضه بالفساد وصل المغرب ان هي متواجده في سيمي فاينل كاس عالم 2022، والمغرب اللي هي متواجده في نهائي بطوله كاس الامم الافريقيه في المغرب، هي دي اللي فعلا كانت محتاجاها الكره المغربيه عشان تثبت افضليتها. دي كانت محتاجه تدخل فوزي لغجع بصراحه، يعني هي دي فعلا فوز المغرب على نيجيريا بضربات الجزاء هو ده اللي كان هيثبت افضليه المغرب. الف مبروك للشعب المغربي، الف مبروك للناس المحترمه، الف مبروك للناس اللي بتشتغل، الف مبروك للناس اللي بتعمل اللي عليها، الف مبروك للناس اللي عندها رجاله تشيلها وقت الزنقه، الف مبروك للناس اللي عندها حراس مرمى اكشلي بيمدوا ايديهم. يعني يا جميل قوي احساس ان انت عندك حارس مرمى بيمد ايده ده. بس يا جماعه عارفين لما بشوف ضربات الجزاء وبشوف ياسين بونو يعني تصدي ضربه الجزاء الثانيه ده خيال. فكره ان انا اوريدي خدت الخطوه ورحت واغير حركه جسمي في كسر من الثانيه واقدر ان انا اشيل الكره، بسم الله ما شاء الله الله اكبر. ده ليفل تصديات وليد في كابتن ماجد، يعني ده حاجه عظيمه انا ما شفتهاش قبل كده. بسم الله ما شاء الله الله اكبر، اللهم صل على النبي، ربنا يحفظه. Onyemaechi qui va le faire devant Yacine. Onyemaechi, c'est frappé, c'est l'arrêt pour nous, l'arrêt bizarre de la main bizarrement, mais l'arrêt pour nous, voilà Bounou, le Maroc. Oh, Bono with a save, one hand. How somehow finds a way to deny Chukwueze. He spread himself like a wall, and one hand, just one, in the way of that Chukwueze effort.